في رمضان وانت صايمه دلوقتي، البنج مش بيفطر. ماشي. حلو، لما تفوقي من البنج تكملي يومك، يعني واخده بالك، تكملي يوم الصيام ما تبوظيهوش، ومن بكره تصومي عادي. انا مش هديكي رخصه بالافطار. لا. البنج مش بيفطر. ماشي. ماشي. طيب هنسال الدكتور احمد استشاري التخدير، هل البنج بيفطر؟ لا، البنج مش بيفطر، لان كل الادويه اللي بتتاخد بتبقى عن طريق الوريد. تمام. مفيش حاجه بتتاخد عن طريق الجوف. طيب الادويه كلها بتتاخد عن طريق الوريد ومفيش فيها حاجه مغذيه. حتى المحاليل اللي حضرتك بتستخدمها هل هي مغذيه؟ لا، هي مش محاليل مغذيه، مش زي ما الناس مغذية. فاهمه مش ان زي الناس يعني فاهمة. عارف في ناس يقول لك ايه، احنا رايحين المستشفى ناخد ايه، علق له محاليل يا دكتور عشان يتغذى. مفيش حاجه اسمها كده. محاليل التغذيه دي ده قصه ثانيه بتتاخد لامراض معينه وحالات معينه. احنا بنستخدم محلول الملح في العمليات وده مش مغذي فما بيفطرش. مظبوط الكلام ده يا باشا؟ ما بيفطرش. العمليات مش بتفطر. ماشي. طيب احنا في رمضان والمفروض ان انت بتصومي، وانا مش مديكي رخصه بالافطار، اتفقنا؟ والتخدير مش بيفطر. يعني انت دلوقتي لما هتنامي وهتاخدي بين كلي، البين كلي ما بيفطرش، حتى المحاليل والادويه اللي احنا بنديها ما بتفطرش.